يقال أنه في عام 1954 فوجئ نواب البرلمان السوري بجلوس رئيس البرلمان ناظم القدسي على مقاعد النواب وليس على مقعد الرئاسة المخصص، وقبل أن يسألوه تبريرا لذلك فتح محفظته وأخرج عددا من جريدة الرأي العام والتي كانت تصدر في دمشق في حينها، ثم توجه إلى النواب قائلا: أيها الزملاء، لقد وجهت لي جريدة الرأي العام تهمة مفادها أنني أمرت بفتح شارع يمر قرب قطعة أرض لي بهدف رفع سعرها، وأنا منذ هذه اللحظة أضع نفسي أمامكم موضع المتهم وأطلب تشكيل لجنة برلمانية ترافقها لجنة فنية تذهب إلى موقع الأرض وتعاين على الطبيعة صحة هذا الاتهام، فإن تثبت التهمة أطلب منكم رفع الحصانة عني وتقديمي إلى المحاكمة. وبالفعل فقد شكلت لجنة وذهبت إلى الموقع المذكور وعادت بتقرير يثبت بطلان التهمة. فوقف الرئيس القدسي أمام البرلمان وقال: إنني أسقط حقي في إقامة دعوة على الصحفي القدير الأستاذ أحمد عسة رئيس تحرير جريدة الرأي العام احتراما مني لحرية الصحافة وتقديرا لاهتمامه بالمصلحة العامة. رباط استيقافنا: هل هناك نزاهة وشرف المنصب والمسؤولية عند المسؤولين الآن مثل الذي ضربنا المثل فيه؟